بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. وفيديو جديد. طبعا مفيش حاجه نتكلم فيها داخل نادي الزمالك غير المشاكل والازمات اللي كل يوم بتزيد واللي هتفضل مكمله معانا لفتره طويله. عاوز اتكلم على 3 حاجات. اول حاجه الاجتماع بتاع كابتن حسين لبيب واعضاء مجلس الاداره مع المدير الرياضي جون ادوارد. وعاوز اتكلم على الازمتين اللي تصاعدوا للفيفا ضد نادي الزمالك. وعاوز اتكلم على بعض التصريحات اللي ابراهيم فايق قالها في مقدمه البرنامج عن رجال الاعمال اللي بتساعد نادي الزمالك. بس ال3 حاجات دولت لازم يترتبوا. فنبتدي بجوزيه جوميز. جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك كان ليه عند نادي الزمالك 120 ألف دولار. لحد النهاردة ما اتدفعوش ليه. المفروض ان جون ادوارد نجح في التسوية اللي هو يدفع له ال 120 ألف دولار على دفعات. ما اتدفعش ولا قسط من الدفعات دي. ما اتدفعلهوش ولا جنيه. فاضطر المحامي بتاع جوزيه جوميز يقدم شكوى ضد نادي الزمالك في الفيفا. ودي فيها مشاكل كبيرة وفيها وقف قيد وفيها حاجات كتيرة قوي لو المشكلة دي ما اتحلتش. والقضية التانية نادي ستريلا ده امادورا البرتغالي اللي هدد نادي الزمالك من اسبوعين ان لو جون ادوارد ما نجحش ان هو يحول الفلوس بتاعة الصفقة او القسط الاول من صفقة شيكو بانزا هيقدموا شكوى للفيفا ضد نادي الزمالك. وبالفعل حصل وقدموا شكوى للفيفا ضد نادي الزمالك. ودي فيها برضو ازمة كبيرة وفيها وقف قيد وفيها مشاكل كبيرة. وفي انتظار الازمة التالتة خوان الفينا بزيرا والفريق الاوكراني بتاعه لو القسط ما اتدفعش الاولاني برضه هيقدموا شكوى وهيرفعوا قضية على نادي الزمالك في الفيفا. قبل ما ارد على انا اللي غايظني في الموضوع ده موضوع جوزيه جوميز بس. يعني ده الموضوع اللي مضايقني قوي. مدرب زي ده يعني نجح نادي الزمالك وجاب له بطولتين قاريتين كونفدراليه وسوبر افريقي من النادي الاهلي اللي المفروض انت اخدت في البطولتين 4 مليون دولار ونص. ما تديش لمدرب زي ده 120 الف دولار. يعني حتى الراجل اللي نجحني ورجع اسمي تاني اللي انا اخد بطولتين قارتين في نفس الموسم ما ياخدش ولا جنيه ما ياخدش حتى ابسط حقوقه المرتب بتاعه. انت متخيل احنا عندنا ايه في الزمالك؟ المرتب بتاعه ابسط حقوقه. ده راجل شغال في نادي الزمالك ابسط حاجه ليه ان هو ياخد المرتب بتاعه ما خدهوش. بس هرد عليك فيما بعد لما نيجي لاخر حاجه هتكلم فيها التصريحات اللي قالها ابراهيم فايق بتاعت رجال الاعمال عشان تعرف كم يعني الكذب وكم الكوارث وكم القرف اللي نادي الزمالك بيمر بيه من مجلس اداره فاشل. تاني حاجة الاجتماع اللي حصل ما بين كابتن حسين لبيب واعضاء مجلس الاداره مع المدير الرياضي جون ادوارد. ابراهيم فايق قال ان الاجتماع ده قعد 4 ساعات. خرجوا منه على ايه؟ اقسم بالله كل كلمه قلتها امبارح. بص انا راجل يعني محدش يعرفني ولا انا اعرف حد من الاداره ولا انا اعرف حد مثلا مشهور ولا انا اعرف حد كان لاعب كرة في نادي الزمالك ولا اي حاجه. بس في حاجات بتتحسب بالعقل. مش محتاج ان انت تسمع اخبار ومش محتاج ان انت تستنى اجتماع يحصل عشان انت تفكر بس بعقلك وتعرف ايه الاسباب وايه النتيجه. كل الكلام اللي انا قلته امبارح في فيديو بعد ماتش غزل المحله هو اللي حصل في الاجتماع النهارده. المدير الفني مكمل مع نادي الزمالك ليه؟ عشان هي مش محتاجه حسبة بيرما. هي حاجه بالعقل. نادي ما فيهوش فلوس ازاي هتديله كل الفلوس اللي هو عاوزها؟ مش قلت لك 220 الف دولار بتوع ال4 شهور و165 الف دولار 3 شهور شرط جزائي؟ طب النهارده هتمشي مدير فني ازاي؟ ما علينا. ملخص الاجتماع ان جون ادوارد مكمل بيانيك فيريرا وهيجددوا الثقه في يانيك فيريرا لان هم معهمش فلوس يدوا يانيك فيريرا فلوسه فيمشوه فيجيبوا مدير فني مصري او حتى اجنبي. الناس بس اللي بتقول جون ادوارد بيآمن بيانيك فيريرا. راجل زي جون ادوارد ده راجل ناجح في كل المجالات اللي هو اشتغل فيها. اكيد عاوز مشروعه ينجح مع نادي الزمالك. فاكيد هو اول واحد قبل الجمهور عاوز يمشي يانيك فيريرا عشان خاطر المشروع اللي هو ابتداه ما يفشلش مع نادي الزمالك. بس هو النهارده لو عنده القدره ان هو يقول للمدير الفني امشي هل هو معاه فلوس؟ معهوش فلوس. والاجتماع خلص على كده ان كابتن حسين لبيب موافق ان يانيك فيريرا يكمل لان هو ما باليد حيله. هيجيب له فلوس منين؟ خزنه بيقولوا ما فيهاش غير 15,000 جنيه. هيدفعوا له مدير فني 385 الف دولار عشان يمشوه فتجيب مدير فني جديد. استفدنا ايه بقى؟ ما هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. يانيك فيريرا مش هيمشي من نادي الزمالك حتى لو حصل ايه بالذي في نادي الزمالك. معهمش فلوس. طب هتمشيه فيروح على الفيفا فتبقى مشكله رابعه فيبقى ازمه رابعه. دي فيها وقف قيد
يعني ل10 سنين قدام. انت بتتكلم في شيكو بانزا وجوزيه جوميز، ولسه اللي جايه في السكه كونراد ميشيلاك، وبعد منها اخوان الفينا بيزيرا، واديك النهارده انت عاوز تخليهم 5 ازمات في الفيفا بيانيك فيريرا. فالاجتماع خلص على كده، وكانش محتاج اجتماع. احنا عارفين، احنا كجمهور عارفين ان النادي ما فيهوش فلوس، فالازمه هتفضل مكمله على كده. يانيك فيريرا مكمل مع نادي الزمالك، وهيجددوا الثقه غصب عنهم مش برضاهم، عشان معهمش ولا جنيه داخل نادي الزمالك. فده الاجتماع اللي قعدوا فيه 4 ساعات. طبعا ابراهيم فايق ما قالش الكلام ده. هو ابراهيم فايق قال ان الاصابات، واللي المفروض يبقى فيه استقرار، والفلوس، فالفريق هيتكاتف، فالفريق هيرجع، فلسه بدري على المود. لا طبعا، لا ما صدقش انا الكلام ده. الكلام ده ممكن يكون حصل، بس الاساس هنا ايه؟ يعني انا مش بكذب ابراهيم فايق في تصريحاته، لا هو حصل فعلا الكلام ده، ان في ازمات فعلا، ازمات ماليه، وان في لعيبه مصابه، واللي لسه الفريق بقى ما انسجمش، وهنفضل نسمع الكلام ده. ده حصل فعلا، بس ده مبرر للفشل، ان مفيش فلوس، فان انا امشي المدير الفني ده واجيب مدير فني تاني. بدليل ان احنا الموسم اللي فات مع نفس مجلس الاداره الفاشل، مشى اوسوريو ليه، ومشى اسمه ايه ده بيسيرو ليه، ومشيت جروس ليه، ومشيت كابتن ايمن الرمادي ليه؟ ما كانوش بيكملوا يا عيني، كل واحد بيجي شهر ونص ويمشي. كنت بتمشيهم ليه؟ عشان معاك فلوس، او بتنصب عليهم، يعني حاجه من الاتنين. بس الناس دي ما تسالش نادي الزمالك فلوس. اللي يسال نادي الزمالك فلوس الراجل اللي تعب وشقي مع نادي الزمالك، وجاب لنا بطولتين قاريتين، وفيهم واحده من اعظم انجازات نادي الزمالك اخر 20 سنه، ان انت تاخد سوبر افريقي من النادي الاهلي. هل الراجل ده اتشكر؟ ده ما خدش حقه حتى. نيجي لاهم حاجه بقى. كابتن ابراهيم فايق بيقول ان بعد الازمات دي كلها هو تواصل مع ناس وسأل هو ليه رجال الاعمال اللي موجوده داخل نادي الزمالك من اعضاء مجلس الاداره، قال ان دي ناس واقفه على الارض صلبه، ناس مرتاحه، ناس معاها فلوس، ناس تقيله. ليه الناس دي؟ ليه يا جماعه انتوا ما بتدفعوش لنادي الزمالك؟ فقبل بس ما اقول لك الرد، هما ابراهيم فايق بيقول ان نادي الزمالك دخل الموسم الجديد عليه مديونيه 750 مليون جنيه. تمام كده، ده بدايه الموسم. فاعضاء مجلس الاداره دول ردوا على ابراهيم فايق، قالوا له ان هم ساعدوا نادي الزمالك ب 800 مليون جنيه. طب تمام، انا واحد رديت على نفسي ورجعت قلت لا اكيد انا غلطان، يعني اكيد مش هحسبها بدماغي. يعني نادي الزمالك عليه 750 مليون، فالناس دي ساعدت نادي الزمالك ب 800 مليون، فاكيد انت معاك 50 مليون منهم. بس قلت لا اكيد مش بالبساطه دي، اكيد هم يقصدوا ان هم ساعدوا نادي الزمالك في ال3 سنين ب 800 مليون. انا برضو اللي فهمت غلط. فدلوقتي انتوا ساعدتوا نادي الزمالك ب 800 مليون. تمام، ملناش دعوه بقى بالمديونيه بتاعت اول الموسم. 750 مليون دي معلومه اتقالت، فخليها على جنب. انا عايز اتكلم على ال 800 مليون. دلوقتي ارض اكتوبر كانت موجوده، وكان بيتقال ان ارض اكتوبر هي اللي بتصرف على نادي الزمالك كله، هي دي المورد الوحيد لنادي الزمالك اللي بيقومه ماليا، زائد المساعدات بتاعت استاذ ممدوح عباس. صح كده؟ تمام. ال 800 مليون جنيه اللي اعضاء مجلس الاداره دفعوهم لنادي الزمالك، ممكن اعرف هم دفعوا في ايه؟ ممكن تطلعوا تقولوا لنا انتوا صرفتوا ال 800 مليون جنيه دولت في ايه؟ على الاقل، على الاقل جمهور نادي الزمالك يشكركم. يعني ده ابسط ما فيها، تاخدوا حقكم. لو احنا بنظلمكم وبنقول عليكم ان انتوا مجلس فاشل، فاطلعوا قولوا لنا صرفتوا ال 800 مليون جنيه في ايه، عشان احنا كجمهور نادي الزمالك نقول لكم لا، كتر خير الناس ديت، الناس دي عملت عشان نادي الزمالك، وما باليد حيله، هي دي مقدرتهم. فاتصرفوا في ايه؟ ولو انت صرفت 800 مليون، ال 120 الف دولار اللي يعملوا 6 مليون جنيه ما دفعتهمش ليه جوزيه جوميز؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ 800 مليون ايه يا ابو 800 مليون انت وهو؟ ده الراجل عايز 120 الف دولار، 6 مليون جنيه. ده يعني ده ما يجيش مرتب واحد فيكم في شهرين 3 من نادي الزمالك، ولا من البيزنس بتاعكم الخاص. 120 الف دولار لجوزيه جوميز، يعني ده ابسط ما فيها ندهم له وفيهم بوسه ونقول له شكرا على البطولتين اللي انت جبتهم لنا. 800 مليون ايه بقى؟ ما انا مش فاهم اتصرفوا في ايه. ثم ان استاذ ممدوح عباس كان كل شهر بيطلع يكتب بوست يعايركم ان هو بيديكوا فلوس. فلو هو بيديكوا فلوس، وسمعنا ان هم 600 مليون مع ال 800 مليون، انت بتتكلم في مليار و400 مليون. طب دولت ايه؟ ايه راحوا فين؟ الزمالك ايه؟ الزمالك ايه بس؟
هشام نصر اللي بيقول لك الزمالك متدين ب 2 مليار وحاجه. طب ما هو ده انتوا في 3 ايام بس اتكلمتوا ان في مليار و400 مليون. طب راحوا فين واتدفعوا في ايه؟ وايه الازمات اللي انتوا حلتوها؟ دي ازمات الزمالك اللي كانت في الفيفا كلها عامله 3 4 مليون دولار. يعني ده كلها خالد بوطيب بقى كان قبليها مش فاكر مين. يعني كل المشاكل كانت في الفيفا بتتكلم في 4 مليون دولار. يعني بتتكلم في 200 مليون جنيه. فين بقى ال 800 مليون وفين ال 600 مليون وفين الكلام ده كله؟ فاحنا هنفضل الحال كما هو عليه. مجلس الإدارة كل يوم والتاني مفيش جديد. حتى لما ربنا كرمهم وفضوا نفسهم 10 دقايق ويقعدوا، فقعدوا 4 ساعات مع جون إدوارد. يعني حتى ما كلفوش خاطرهم ان هم بعد كل ماتش يعملوا اجتماع زي ما كنا بنشوف الاول. مجلس الاداره بيجتمع مع اللعيبه بعد كل ماتش، ايه اللي حصل وما حصلش ايه، وازاي خسرتوا ازاي تعادلتوا. فهم ما كانوش موجودين من اول الموسم، وفجاه يقعدوا 4 ساعات عشان نطلع من ولا حاجه. انا قلت مثلا يمكن حد هيقول ان احنا هنتصرف ولا، وبيقولوا لجون ادوارد مثلا هات مدير فني او اشتغل على ملف مدير فني لحد ما احنا نتصرف في الفلوس في اسرع وقت، فنمشي يانيك فيريرا فتجيب لنا مدير فني جديد، او حتى لو مدير فني مصري ابن من ابناء الزمالك يستحمل نادي الزمالك، واحد زي كابتن طارق مصطفى. لكن لا، مفيش اي حاجه من دي خالص. الجمهور بقى يهبط دماغه في الحيطه بقى، يتجلط يتشل عادي، ولا حد من مجلس الاداره يشغل باله. اهم حاجه يا باشا هما الدنيا تمام. والناس بيقول لك نادي الزمالك الخزنه فيها 15,000. والله ده مبلغ كبير قوي. 15,000 نادي الزمالك يبقى فيه 15,000؟ مش عيب على مجلس الاداره ده كله برجال الاعمال اللي فيه، برجال الاعمال اللي بتساعد نادي الزمالك، ويتقال على نادي الزمالك فيه 15,000 جنيه من الخزنه؟ واللعيبه بقى اللي بتهدد عاوزه تفسخ عقودها، واللعيبه اللي عاوزه مستحقات، وهنفضل في الدايره دي لفتره طويله. ما عنديش كلام تاني اقوله. اللي كل يوم بتكلم فيه على اداره نادي الزمالك ومفيش جديد. يعني هو الحال كما هو عليه. ويعني الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. ونتمنى من لعيبه نادي الزمالك ان هي تحس بالجمهور الغلبان والشقيان ده، واللي دايما في ظهر النادي، وتلعب لاجلهم. وفي نفس الوقت انا كجمهور وانا بقول كده، بقول لك اللعيبه دي برغم ان انا بنتقدهم وبقول عليهم لعيبه مش رجاله، بس والله العظيم مظلومه برضه. ليه؟ ما هو اللعيب ده عليه التزامات وعليه مسؤوليات ومحتاج فلوس، ما بياخدش فلوس. استاذ احمد الخضري امبارح مع ابراهيم فايق بيقول لك في 2 لعيبه بيستلفوا من بعض فلوس. تواصل بيك الحال لكده؟ يعني عارف احنا كان بنيجي نتكلم على لعيب الكوره نقول له ايه؟ انت بتاخد 20 و30 مليون و40 مليون و15 مليون من نادي الزمالك. احنا بنقول اسم بس هو ما بياخدهمش. لما اسمع ان لعيب استلف من زميله 2000 جنيه داخل نادي الزمالك، اللي المفروض النادي اللي الناس كلها بتحلم انها تروح تلبس تيشيرت نادي الزمالك. ما هو نادي الزمالك يعني فلوس، يعني شهرة، يعني صيت، يعني منتخب مصر، يعني حاجات كتير جدا. اسمع ان لاعب بيستلف من زميله 2000 جنيه، واللي مثلا عنده ولاد وداخل على دراسة او الدراسة بدأت، واللي محتاج مش عارف عنده اقساط، واللي عليه ايه التزامات، وفي اللي مسؤول اللي اهله مسؤولين منه، وفي اللي بيجوز اخواته، وفي اللي بيصرف على ابوه وامه. ما هي اللعيبه دي برضو بني ادمين. احنا بننتقدهم حبا في نادي الزمالك وزعل منهم، بس في نفس الوقت ما تيجي تقول هم عندهم حق. ما هم محتاجين فلوس عشان يعيشوا. ما هو اللاعب لما ينزل مديون او عليه اقساط، او محتاج يساعد اخ من اخواته، محتاج يساعد اهله، عليه اي حاجه التزامات داخل بيته، ما بينزل الماتش هو متشتت عمال يفكر في الهموم اللي عليه، فمستحيل يديلك في الملعب 100%. فاحنا هنفضل الامر كما هو عليه داخل نادي الزمالك لحد ما يطلع لنا حاجه جديده، نبتدي ان احنا نحس ان نادي الزمالك ممكن يرجع يكمل منافسه على الدوري. برغم ان دي وجهه نظري اللي قلتها امبارح، انا بشوفها حاجه صعبه، وممكن اقول لك مستحيله ان نادي الزمالك ينافس على بطوله الدوري الموسم ده. اتمنى ان نادي الزمالك يفكر في حاجه تانية. عندك كونفدراليه، عندك سوبر مصري، عندك كاس رابطه، عندك كاس مصر، تدي فكر على الحاجات دي. الدوري صعب، صعب جدا ونفسه طويل، ونادي الزمالك زي ما انت شايف كان اول الدوري في كلمه بح. الاهلي ركب، المصري فوق، بيراميدز راجع وهيركب، وخلاص على كده. واحنا اي ماتش هنقعه كمان انسانه خالص من المنافسه، برغم ان انا متاكد ان الزمالك مش هينافس. بس اتمنى
ظني يطلع غلط والنادي الزمالك ينافس، بس لو الزمالك وقع ماتش كمان تعادل او خساره صدقني اقسم بالله الزمالك ما هينافس. فاتمنى من لعيبه نادي الزمالك ان شاء الله يبقوا رجاله ويحسوا شويه بمسؤوليه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، ومالكوش دعوه بالاداره. حسوا بجمهور نادي الزمالك، وكل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يعجبك واشوفك على خير. سلام عليكم.